فرب الخير لا يفعل إلا الخير. هناك حكمة إلهية في كل شيء يحصل من حولنا، ربما قد لا نعيها الآن، ولكن إيماننا بالله عز وجل والقضاء خيره وشره الذي قد يبدو لنا شرا ظاهريا، إلا أن يقيننا بالله وبحكمته تجعلنا في حالة سكينة، سلام، طمأنينة، مما يجعلنا نوجه طاقاتنا بالتعامل الصحيح مع الأمور ومع هذه الظروف من منظور مختلف تماما. فبدلا من أن نركز على السلبيات والهلع ونظل في حالة فوضى، بل نكون في حالة سلام، ثم نركز على الإيجابيات. كيف يمكن أن نساهم في هذه الظروف؟ من يستطيع أن يساهم ماديا يساعد، من يساعد معنويا يساعد، من يساعد طاقيا بالدعاء وشفاء للأرواح التي تركت هذه الدنيا، أو لأهلها بالصبر والسلوان، أو لشفاء الجرحى، لشفاء الأرض كلها، لشفاء البلد وازدهاره. فهنا يكمن الموضوع. فنركز على الإيجابيات التي موجودة حولنا، ولكن لعب الشيطان هو أن يجعلنا نركز فقط على السلبيات ونكون في حالة خوف وهلع. التعاون الذي حصل بين الشعب والتنسيق والتنظيم، ما شاء الله، يعني الشعب كله في حالة إحسان، تعاون، تآلف، تنظيم 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 تنظيم، يعني ولا مؤسسات كبرى. كذلك الإبداع الذي رأيناه، يعني هناك الكثير. احنا دائما نتكلم عند الأزمات، عندما تكون تمر بأزمة في حياتك، اعرف أن هذه الأزمة أتت لكي تطلع واحد القوة من داخلك، تطلع واحد الموهبة في داخلك أنت غافل عنها، أو واحد القدرات خارقة الله سبحانه وتعالى زارعها فيك ولكن أنت لم تنتبه لها. فنفس الشيء شفناه، يعني الإبداع والقدرات التي كانت مدفونة عند بعض الأشخاص ظهرت في هذه الظروف. يعني مثلا الشاب الذي بإمكانيات بسيطة خلى منطقة أن يكون عندها إضاءة، شحن الموبايلات، اتصال بالقمر الصناعي باش يدير لهم شبكة الإنترنت. كثير من الأمور شفناها، الإبداع في كيف أنهم يقوموا بصنع بطريقة سريعة جدا وبأدوات، يعني نقولوا حنايا بالمتناول. بدأوا يبنيوا يعني مثل مقطورات تقدر أنها فيها مراحل صغيرة أنها تقدر تستحمل المطر الذي قادم بعد أيام، لأن ممكن يكون تساقطات ويكون صعب على بعض المناطق أنها تتحمل مثلا الخيام وكذا وكذا. كذلك كانت اقتراحات يعني شوف سبحان الله، تقول إنه دائما تسمع الشعب ما عندوش يعني لا طموح ولا كذا ولا كذا، لكن في هذه الظروف ظهر الكثير من الأشياء. أن بعض الأشخاص دائما تنتظر أن من الخارج أن يظهر عندها هذه القدرات. ففي هذه الظروف ظهرت الماء الذي خرج من الأرض سبحان الله تعالى، يعني أماكن كان مهددة بالجفاف ظهرت فيها المياه عذبة من جوف الأرض بسبب الزلزال. الزلزال وكل الظواهر الطبيعية هي سنة كونية بأمر من الله، هي تحصل في كل فترة لتخدم الخطة الإلهية سبحانه وتعالى. الله عنده لا شيء اعتباطي. فنحن نركز على الإيجابيات ونساعد بما أمكن. إذا كانت عندك القدرة أن تساعد ماديا تساعد ماديا، كانت عندك القدرة أن تساعد معنويا تساعد، كان عندك القدرة أن تساعد طاقيا، اللي هو نحن كنتجمعوا مع بعض كنقوموا بجلسات شفاء وتشافي ودعاء، سواء للأرض كلها وللسلام وللبلد المتضرر. صحيح أنا شايفة الناس تكتب لي ليبيا، يعني البارح قمنا أيضا بتشافي لليبيا وكل المناطق المتضررة في الكون بكل الأشخاص اللي تضرروا منها على كل المستويات. فالموضوع هنا
اللي بغيت نقول أنه لو ركزنا على السلبيات نتوه. نحن الحزن موجود مثلا والتعاطف موجود، ولكن لا نجعل هذا يوقفنا أن تقف حياتنا هنا، وأن تقف مسار الحياة، بل بالعكس نجعل هذا الدافع يدفعنا للتطوير من أنفسنا، لإعطاء وبذل جهد أكبر في الإحسان. خلكم من الناس تكتب لي حاليا إنه هذا سخط من الله. أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الله الودود الرحمن الرحيم. لا يمكن أنه يعني يحب أن يرانا نتألم وكذا وكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى أرحم رحيم بنا أكثر من أنفسنا. ولكن هذه سنة كونية، صحيح فيها الموضوع فيه نسبة من الاستحقاق، ولكن كما قلت لكم هي تخدم الخطة الإلهية. الله عنده حكمة يمكن نحن الآن بوعينا الحالي لا نراها. كم من مصيبة عشناها أو كم من ظروف مرينا بها كنا نقول نهاية العالم في هذا الظرف، بعد فترة خلاص تعدت الفترة، فهذه ليست نهاية العالم. وهذا الشيء يعني كان من زمان، هذه سنة كونية دائما. لو جيت تقرأ التاريخ دائما في زلازل، في أعاصير، في كذا. الله سبحانه وتعالى هذه خطته الإلهية في أشياء قد نعي بها، في كثير من الأشياء لا نعي بها. فالخطة الإلهية هي ماشية بهذه الطريقة. فإحنا يعني عندما نركز على الأشياء الإيجابية الأمور تمشي بسلاسة ويمر الظرف. إحنا مرينا بكثير من الظروف وفكرنا إنه هذا الظرف أكبر مني، ولكن تذكروا الله أكبر، الله أكبر من هذا الظرف، الله أكبر من كل شيء نمر به. فيقينك بهذه الأشياء خليك إنه تتغلب عن هذه المشاعر السلبية. فكم من أشياء ذا يعني تخيلنا أنها كبيرة وأنها ظرف صعب، ولكن سبحان الله مرت، وبعد سنين ربما أو شهور تقول والله سبحان الله كان فيها خير لي. يعني رغم أن في تلك اللحظة مثلا تألمت أو كذا أو كذا أو كذا، ولكن الآن أنا موجود بهذه قوة الشخصية مثلا أو كذا بالظروف التي مررت منها. تعلمت مثلا أن أدير أمور حياتي، أدير أموري المالية بسبب الظروف التي مررت منها، أو أنا أعطيكم أمثلة فقط. فنحن عندنا طريقة، يا إما أنت تتعلم الظروف كلها هي قد فيها ابتلاءات، اللي منها أنت تختبر عندما تطلق نية ما، تختبر في هذه النية حتى ترى نفسك أنه هل هذه النية اللي أطلقتها هل أنت صادق فيها؟ أولا هل أنت مستعد لها وتعيد؟ طيب أنا عندما أطلقت النية صار 1 2 3 من المشاكل، معناتها أنا لازم أركز على هذه الأشياء في أن أصلحها. يعني أنا فهذا ما يحصل. أوكي، فمثلا أو أنا عندي نية إني أصل للمكان الفلاني، مثلا أي نية بغيته، نية الصحة أو نية الثراء أو نية كذا، نية الإحسان مثلا، نية. يأتي ظرف ما ليختبرك أو يطلع الأشياء خلينا نقول الأشياء المدفونة بداخلك من إمكانيات. كثير من الناس إذا خليتيهم في الأمور هادية، تعلم من مكان حب بالطريق الأفضل والأمثل وأنت مرتاح، لا، لازم يكون عليه ضغط حتى يطلع الأمور هذه. فنفس الفكرة. أو مثلا أنه أنت يا ربي أنت دعيت دعاء إنه أنا بغيت نوصل للمكان الفلاني، فالله سبحانه وتعالى شايف إنه أنت لازمك تطور مهارات 1 2 3. هذه المهارات غير موجودة عندك الآن، فيحطك في ظروف حتى تتعلم هذه المهارات كي تصل إلى المكان الذي تريده. فهمتوا الفكرة؟ فطريقة التعامل في هذه الظروف بيقول شوف يعني
كي يطلع داك الشيء بسرعة بسرعة صراحة. أوكي، أو خليني أقول لك بأني شفت أن الناس تتكلم عن فيروس قادم وعن مخططات أنا ما بغيت ندخل في هذا الموضوع. خلاصة القول، نحن نؤمن بالله عز وجل، نؤمن أن مهما اتفق الغير على أن يضروك لن يضروك إلا بإذن الله، صح ولا لا؟ يعني أنا لم يحضرني الحديث أو بما معنى لو اتفق الكون كله على أن يضرك لن يضرك أي أحد ولن يؤذيك أي أحد إلا بأمر الله، صحيح؟ معناها أن الله سمح لهذا الظرف أن يكون ويتجلى وتكون أنت تمر بهذه التجربة داخل هذه التجربة لحكمة قد لا نعلمها الآن. فكم من شر بعد مدة حمدنا الله وشكرناه عليه لأن عرفنا أنه كان نجاة لأشياء كثيرة كانت ستحصل لنا. فهذه المرحلة تتطلب منك قوة الإيمان ونسف الخوف. دعك من نظريات المؤامرة والمخططات، دعك من كل هذه الأشياء، لأن نحن خليك في فكرة أن الله سبحانه وتعالى ما غيخلي حتى شي حد يضرنا أبدا. يعني نحن مع الله سبحانه وتعالى، الله هو سيحمينا، والله إذا سمح لشيء أن يكون فهذا ضمن الخطة الإلهية لسبب ما. فخلينا إحنا نبتعد عن الخوف اللي هو من الشيطان، كل هذه الأفكار السلبية وكل هذا، ابتعدوا عن مثلا هذه الأشياء اللي كتشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي والتخويفات وكذا أو كذا. شنو ما كان، أنا قلت لكم هذه المخططات وما نعرف شنو هي لو سمح لها الله بأن تكون ستكون، لكن إذا لم يسمح لها فلن تكون. أنا كنحاول نبسط لكم يعني لأنكم باش الكل يفهم باللهجة. هذا هو الموضوع. طيب أنا أشتغل على نفسي، أركز على نفسي، أنظف معتقداتي، معتقدات اللي مع الله، أن الله سيء والله يحب لنا كل شيء سيء والله يراقبنا فقط كي نخطئ كي يعذبنا ويعاقبنا. راقب أفكارك وظنك بالله. هل أنت يعني علاقتك بالله هل هي علاقة مبنية عن خوف؟ احنا قلنا الخوف من الشيطان، أم هي علاقة مبنية عن حب، عن سلام، أنه هو منبع السلام، منبع الحب، منبع الخيرات. راقب معتقداتك، أفكارك، مشاعرك، كل هذه الأشياء. يعني ركز على نفسك، نظف نفسك، طهر نفسك. تزكية النفس، كذا مرة أتكلم عن تزكية النفس. في أشياء موجودة في الدورة وفي أشياء مجانية دائما كنعطيها. فتزكية النفس، فهذا الخوف وهذه الأشياء هي من مراحل تزكية النفس. كل ما احنا زكينا أنفسنا وطهرنا أنفسنا كل ما ارتقينا وكنا في سكينة وسلام وطمأنينة وتسليم للإله سبحانه وتعالى وللخطة الإلهية وكنا مرتاحين. و... وأي شيء جاء ناخذه. تصبح الحياة آم، كما كنقولوا احنا كناخذوها ببساطة، بمعنى أن نعي بأن أي شيء يحصل فهو ضمن التجربة الأرضية، ضمن التجربة، لأنه إحنا أصبحنا نعيش في عالم مادي، ضخمنا كل شيء مادي، كل الماديات. فبدأنا نشوف أنه نحن هم الملابس، هم البيوت التي نسكنها. أصبحنا نعيش في ماديات، الشكل الخارجي كذا 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 كذا. فنسينا أن لا، هذه الأشياء بعيدة، هي اللي خلت أغلب الناس تكون بعيد عن ذواتها الحقيقية واتصالها بالخالق سبحانه وتعالى. فربما جاء الزلزال يذكرنا لما صار الزلزال، اللي ساكن في فيلا، اللي ساكن في قصر، اللي ساكن في بيت، اللي ساكن في كذا، كله خرج وتركها. لماذا؟ الكل صار يعني، فهمتوا الفكرة صح؟ فهذا طيب.
الناس التي تضررت من الزلزال، سواء أصابهم الهلع، جاتهم صدمات نفسية، سواء كان أطفال أو كبار أو كذا. الناس اللي تصابت بصدمات نفسية وبجروح وهذه الأشياء. الناس اللي فقدت أحبابها وأهلها. فنحن عاملين أنا عاملة جلسات تشافي لكل هذه الأشياء. فجلسات تشافي مختلفة عن جلسات الدعاء والمباركة. جلسات التشافي أستقبل 100 شخص في الغرفة الأونلاين، تستحمل 100 شخص. طيب 100 شخص أنا أقوم بالعلاج لهذه الأشخاص النفسي وجسدي وكذا، ما عليهم إلا يكونوا موجودين في الرابط. أنا قلتها مرارا وتكرارا، 100 شخص يعني أتأسف. ناس تسألني لا والله يعني أنا ما دخلت. أنت لو دخلت في الوقت يعني توصل 100 هو كي وقف تلقائيا. أنا ليس لي دخل، يعني أنا لا أختار من يدخل أو لا يدخل. اتفقنا؟ لذلك هنحط تأملات في قناة اليوتيوب وقناة التليجرام، كأنك تسمعها دائما هتسهل لك. أؤكد على أن نيتك واستقبالك غيديروا فرق كبير في تسريع التشافي عندك. طيب الجلسات الأخرى اللي غنديروا دابا حاليا، الجلسة أنه نجتمع لكي نقوم بتأمل بسيط. هذا التأمل والتنفس يساعدونا أننا نكون في حالة استرخاء. التنفس أيضا يساعد في تحرير المشاعر السلبية والأفكار السلبية. فنحن نقوم بهذا التمرين لكي يساعدنا أولا في التحرر من المشاعر السلبية ولكي نكون هادئين، ثم تأمل بسيط لكي ندخل في حالة سكون واتصال بالخالق سبحانه وتعالى. بعدها نقوم بالدعاء العظيم للكرة الأرضية كلها، مع التركيز على المناطق اللي فيها التضرر. طيب الناس اللي تكتب لي عن الأشخاص الذين توفوا، الأشخاص الذين توفوا هم أيضا ندخلهم في المباركة، فندعي لهم بالرحمة وكل الأشياء. طيب فهذا للتوضيح. طيب الآن نبدأ في التأمل. نبدأ بالتنفس أول شيء، ومن بعدها ندخلوا في التأمل. شوف هي المسألة حتى لو دخلتوا أول مرة، شايفة ناس كثيرة ما شاء الله داخلة أول مرة، موضوع بسيط جدا. هو كل شيء موجه، بمعنى أنا أساعدك أنت بس اتبع كلامي والخطوات اللي كنقولها. اتفقنا؟ يلا بسم الله. خذ وضعية مريحة. الأشخاص اللي عندها قدرة على الجلوس بظهر مستقيم تمام. الناس اللي غير قادرة على الجلوس بظهر مستقيم، يعني ممكن أنك تسند ظهرك. حتى الأشخاص اللي هم مصابين أو عندهم أي شيء ممكن حتى يكونوا مستلقين. اتفقنا؟ بسطوها، سهلوها تسهل، سهلوها تسهل، ما تبقوش تصعبوا على راسكم دائما، ولكن لا، سهلوها تسهل. التنفس البطني، يعني الصدر لا يتحرك من البطن، فعند الشهيق البطن تنتفخ، عند الزفير البطن تدخل. اتفقنا؟ طيب في هذا التمرين للتحرير، طبيعة الحال أول شيء النية، إنه نساعد ننوي بهذا التمرين التنفس البطني أن نحرر كل المشاعر السلبية، كل الطاقات السلبية، كل الطاقة الراكدة المخزنة من ألم سواء جسدي أو نفسي. اتفقنا؟ حتى الأفكار السلبية. طيب أول شيء ناخذ النفس من الأنف، نحبس الأنفاس مدة مثلا 6 ثواني،
ثم الزفير. طيب، في الأول الشهيق من الأنف والزفير من الفم، بعدها الشهيق من الأنف والزفير من الأنف. طيب، أولا شهيق من الأنف، شهيق البطن تنتفخ، في الزفير البطن تدخل. يمكن الصدر والأكتاف ما كيتحركوش. شوفوني أنا لا أتحرك، لا كتفي وصدري ما كيتحركوش، هكا باش تعرف التنفس صحيح. طيب، بسم الله. كن ساكنا، كن واعي بالسكون، بالحالة الداخلية. بعض الناس قد تتصارع دقات قلبهم، قد يحسون بأن الجسد فيه vibration، هذا طبيعي. جسمك يتخلص الآن من الكثير من الأشياء. طيب، الآن نقوم بالتنفس، ولكن زفير من الأنف وشهيق من الأنف والزفير من الأنف. مستعدين؟ يمكن أن تضع يدك اليسرى مثلا على بطنك، فعند الشهيق البطن تطلع تنتفخ، عند الزفير البطن تدخل، فقط كي تتأكد أنك تقوم بالتمرين صحيح.
دع جسدك يرجع إلى تنفس بطريقة طبيعية، فقط من خلال التركيز على الحالة الداخلية. كن واعٍ بالسكون